ناس كتير برضو بتسالنا هو الانتفاخات والغازات دي عدم تحمل هضم اللبن وبس؟ لا، في امراض تانية. طب في اهم مرض بنقابله في حاجه زي كده؟ قصور في الهضم بسبب البنكرياس، اكسوكراين بنكرياتيك انسفشنسي. هو ايه البنكرياس ده؟ البنكرياس ده عضو يقع ورا المعده. طب ليه وظيفتين مهمين جدا. الناس عارفه وظيفه السكر، ان هو بيفرز غدد وهرمون سكر وجلوكوز وانسولين وجلوكاجون، كل الكلام دوت الناس عارفاه. لكن في وظيفه مهمه جدا، وظيفه الهضم. البنكرياس بيفرز عصاره، العصاره دي بتنزل في القنوات بتاعتها لحد الامعاء تهضم الاكل. في ناس عندها قصور في الوظيفه دي، زي ما عندهم قصور في الهضم في الانسولين. طب قصور البنكرياس ده عباره عن ايه؟ ان الانزيمات اللي بتنزل من البنكرياس قليله. ليه تحليل بنقيسه ونعرف ان في قصور ولا لا. طب حل الموضوع ده ايه؟ ان انا اخد انزيمات هاضمه من بره تهضم لي الاكل فتساعد على الهضم بدل البنكرياس. طيب ايه اسباب قصور البنكرياس؟ في اسباب اوليه، يعني البنكرياس نفسه حصل له اصابه بفيروس او بحاجه خلاه ما بيفرزش الهرمونات مظبوطه. بمعنى ان هو مصنع المفروض يطلع على الاقل 200 علبه في اليوم، المصنع ده بقى بيطلع 50 بس، فبالتالي انت ناقص لك 150 فبتاخدهم من بره. طب الطبيعي يطلع كام؟ يطلع 300 500 600. فهو ده القياس اللي بنقدر نقول بيه. وفي اسباب ثانويه. ايه الاسباب الثانويه؟ ان قناه البنكرياس يبقى حصل لها مشكله. ممكن يبقى كيس في البنكرياس، ممكن يبقى حصوه داخل قناه البنكرياس بجميع اشكالها، كبيره صغيره متوسطه، يبقى في بعد الشر بؤره او ورم ضاغط على قناه البنكرياس. فالحاجات دي مهمه قوي ان احنا ندور وراها، ولو موجوده نعالجها، لان ده هو السبب اللي عامل قصور البنكرياس. الناس اللي بتشتكي من انتفاخات وجع في بطنها وغازات وخصوصا بعد الاكل، بنفكر في الموضوع ده مهم جدا وندور عليه، ولو طلع موجود لازم تستشير استشاري جهاز هضمي عشان يبتدي يحطك انت في انه كاتيجوري، ويبتدي يكتشف الموضوع ده بدري ويعالجه.